بص يا معلم، خط العكر ده. انا خدت في العربي وحش. انت انجلش انجلش قول لي او ماي جاد. قول لي انجلش. بسرعه نجم عشان موريش وقت. انا ممكن انزلها عادي والله. مش هطول عليكم عشان الوقت اخواتي. ماشي يا عم. السلام عليكم، إيه الاخبار؟ الحلقه الثالثه في بودكاست الكليات. النهارده ان شاء الله برضو معانا ضيف جديد، وبصراحه يعني هو من الضيوف يعني الشخصيه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي هي كده، يعني ده نص اللي في الطبيعه. يعني هو هيبقى قاعد في البودكاست، احنا متفقين ان هو هيبقى هادي شويه، انما في الطبيعه هو شخص كويس جدا ومحترم. وبجد هو من الناس اللي فعلا بتجتهد في مجال شغله. يعني شفت له كذا حاجه بيجتهد في مجال شغله. مش هتكلم عنه كتير، احنا بس ايه هنخلينا نزنوه في اول سؤال كده. يعني نرجع من الاول خالص، عايزين نعرف مين هو طارق من الاول، من ايام ثانويه. الاول انا اسمي طارق رجب. في طب بيطري جامعه القاهره. جامعه بدر في القاهره، عشان طب بيطري جامعه بدر جامعه خاصه. وانا مبسوط ان انا اكون اول دفعه اتخرج من الكليه دي بصراحه. طيب، كنت عرفت من قبل ما نتكلم يعني في البودكاست وكده ان انت ما كنتش مجهز للموضوع اصلا، كان في دماغك حاجة تانية، ما تعرفش الموضوع جه ازاي. فعايزين نعرف بقى ايه الموضوع مش معاك ازاي، ان انت اول دفعة من غير ما حد يكون عارف اصلا ان في طب بيطري خاص. بص، هو الاول انا خلصت ثانويه عامه. يا ربنا لا زي يعيدها ايام يعني. الف مبروك الاول لابطال ثانويه عامه اللي خلصوا دلوقتي. ربنا لا على يعيدها حاسس ايام. بيهم. انا خلصت كنت فاقد الشغف في كل حاجه، كانش في دماغي ولا كليه معينه ولا فاقد الشغف في الحياه عامه. اول حاجه حصلت انا جبت 90% دفعه كورونا. انت عارف الدفعه دي كانت كلها 99 و 99، انا الفاشل الوحيد اللي جايب 90%، فاهم؟ ما تتكلمش كده عشان انا جايب 75. كان جاي لي كان جاي لي زراعه اسكندريه. كنت محبط عامه ادخل اي حاجه لان بابا كان رافض فكره الجامعه الخاصه عامه. انا مش هدفع فلوس في جامعه، انت كل واحد بيدخل بمجهوده. شاف درجاتي لقاني بس عنده دروب في مادتين، حصل فيهم ظرف كده ساعتها ووقعوا لي المجموع خالص. فساعتها قال لي انت نفسك تدخل ايه؟ قلت له انا حابب مجال العلاج الطبيعي، ممكن ادخل علاج طبيعي. قال لي طيب احنا نقدم على علاج طبيعي في سينا. ونزلت وعملت الابليكيشن، كان بيدفع بفوري وكده. وبعد كده قال لي احنا نقدم حربيه. تمام. وخلاص قدمت في جامعه سينا وخلاص واتفقنا وهقدم حربيه. لقيت ماما مره واحده دخل علينا واحنا قاعدين بتقول لي انا شفت جامعه منزله ان في طب بيطري خاص. بس كلنا ضحكنا، مفيش ايه طب بيطري خاص دي، ما كانش فيه خالص، احنا دفعه 2020. ايوه. فكانش فيه طب بيطري خالص خاص. فلقينا في جامعه اسمها جامعه بدر BUC في القاهره. فكلمنا حد قلنا له نملى ابلكيشن اونلاين ولا نعمل ايه؟ قال لا، تعالوا الكليه قدموا، عشان دي اول دفعه واول سنه تعمل حاجه زي كده. خدنا نفسنا ورحنا انا ووالدي ووالدتي في الاول، وملينا ابلكيشن ورجعنا دفعنا فلوس ورجعنا. قلنا بس ما حدش هيرد علينا وهتلاقي الحد الادنى اصلا للقبول عالي، اللي دي اول سنه والمجاميع كلها عاليه، كانش في بالنا خالص. وخلاص اتفقنا ان انا هروح حربيه وحلقت شعري، والراجل جاي لي الساعه 2 بالليل هياخدني يودينا عند ايه؟ كليه كل الحربيه. الحربية. الساعه 12 ونص الاقي جاي لي رساله قبول من جامعه بدر. السواق اللي كان جاي لي الساعه 2 بالليل عشان ياخدني يوديني الكليه الحربيه اخدني وداني جامعه بدر. دفعت المصاريف ويعتبر كنت من اول 10 اتقبلوا في الجامعه في كليه طب بيطري جامعه بدر. فهي كانت صدفه يعني. الموضوع ميكس بين ظروف وكانت رغبه، لان انا كان قدامي علاج طبيعي وقدامي اسنان وقدامي حربيه. بس كانت رغبه ان انا نفسي ادخل طب بيطري. حاسه يعني مهمه صعبه مش سهله ان انت تشتغل دكتور بيطري عامه. طيب خلينا بقى نرجع للنقطة الأساسية اللي بسأل فيها كل الناس. الفكرة من أول ما تجيلك النتيجة بتاعت الثانوية العامة لحد ما تقدم في الكلية، الفترة دي اتعاملت فيها ازاي؟ أو يعني كانت الدنيا ماشية ازاي في الفترة دي؟ لأن كلنا بيجيلنا اكتئاب وكلنا بنبقى قاعدين فاقدين الشغف في كل حاجة، بالذات لو جبت المجموعة اللي ما كانش في بالك. تمام. فالفترة دي بقى من أول ما جات لك نتيجة الثانوية العامة أو لما عرفت النتيجة لحد ما دخلت الكلية، الدنيا كانت ماشية فيها ازاي؟ بص، هو الفترة دي بالنسبة لي أنا كنت حاسس إن أنا تايه خلاص. أنا مستقبلي خلاص، مستقبلي ضاع. مش عارف أنا هعمل إيه وهلطش. هروح أي حاجة. جالي زراعة اسكندرية، قلت هروح. قدمت في جامعة خاصة، قلت شغال أي حاجة.
انا كنت فاقد الشغف لانه خلاص انا حسيت لوهله ان انا ايه، اصل كل واحد هدفه في ثانويه عامه ايه، ان هو يفرح اهله في البيت. وانا فشلت في اول ميشن ليا في حياتي، فاهم؟ فقلت خلاص يعني هعمل ايه، انا عملت اللي اقدر عليه. خصوصا ان انا بعد ما خلصت ثانويه كنت عامل مجهود جامد قوي. طبعا مش عارف اهلي هيشوفوا الفيديو ده ولا لا، بس انا كنت سمعت بابايا ومامتي كنت سمعت بابايا ومامتي وهما بيتكلموا، وبابا بيقول لها لو جاب 60% خير، وماما تقول له ده لو جاب فقد الشغف، فقد الامل، بص بطريقه. بجد انا سمعتهم، انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وهم كان صوتهم عالي في البلكونه، فانا سمعتهم. فانا حسيت ان هم ما حسوش بالمجهود اللي انا عملته. فخلاص انا كنت اتدمرت نفسيا، ما خلاص ما بقتش فارق معايا اي حاجه. كنت تعبت تعب جامد قوي بعد النتيجه. الموضوع ملوش علاقه بالنتيجه، بس اعتقد كان نفسيا ولسه هو مؤثر لحد هو دلوقتي. بيأثر نفسيا في الموضوع خالص. وعلى فكره يعني من اكتر الحاجات اللي شفتها ان احنا مش بنزعل على النتيجه او مش بنزعل على نفسنا احنا، لا انت بتزعل من رد فعل اهلك، اللي هو بالظبط. ان انت شايفهم زعلانين فانت متضايق عشان هم زعلانين. انا مش متضايق عشان النتيجه تولع، النتيجه كده كده بالظبط. يعني هنعمل حاجه تانية. فحته بقى ان هم من ساعه لما عرفوا النتيجه. هقول لك انا الاول، عارف انت موضوع يا ريت، اه. لو يا ريتك عملت مجهود شويه، يا ريتك ركزت في الماده الفلانيه، طب يا ريتنا عملنا تظلم في ماده فلانيه، طب مش يمكن كنت جبت كذا لو عملت كذا، طب لو كنا عملنا دروس خصوصيه، لو كنا بدانا دروس خصوصيه مثلا بدري، لو كنا عملنا. عشان انا طبعا في ثانويه عامه كنت بلعب كوره هنا في النادي، مم. كنت مع فريق. فهم حسوا ان انا يعني انا عملت حاجه. بابا خصوصا لما شاف درجاتي، اغلب المواد يا مقفل ولا ناقص نص درجه. اغلب المواد حرفيا هي ما شاء الله مم. الفيزياء. الفيزياء. وانا طبعا العربي عشان حصل ظرف، انا ما كنتش ريجولار عادي، انا كنت منازل. المفروض ليا لجنه لوحدي. مم. فانا دخلت لجنتي متاخر اصلا. مم. وواحد كده زميلي هو اللي عرف ان انا معاه في اللجنه بعد اللجنه ما بدات، هو اللي نده لي. فانا دخلت متاخر وكنت متوتر وكنت خايف، فحصل لي دروب جامد قوي. ايوه، واحنا اصلا في الدفعه بتاعتنا، يعني هو لو محدش يعرف احنا كنا دفعه كورونا، كنا تدخل على تعقيم في الاول، تلبس حاجات في ايديك ورجليك وحاجه ما يعلم بها الا ربنا، تطلع اصلا اللجنه متوتر. ده غير ان كل شويه وانت قاعد في الامتحانات كل شويه حد يجي، حد حاسس بحاجه، حد تعبان، حد حاسس ان هو دايخ، او كل شويه حد يجي انا همضي هنا، انا راجل مهم جدا فهمضي هنا وهضيع لك تركيزك دلوقتي فهمضي هنا. وكشف الحراره في في وسط كشف اللجنه. وكشف يجي في وسط اللجنه فيكشف حراره عندي. يا معلم، وتفتيش. يا معلم انا قاعد في لجنه الجو فيها حر وكل حاجه، فطبيعي ان الجو يبقى يعني انا نفسي ابقى حران من التوتر اللي هبقى فيه. فهم لا، في حاجات كانت بتحصل في الثانويه عامه كانت بتاثر على المجموع وعلى درجاتنا بطريقه بنت لذينه. هو انا لو انا عايز اقول حاجه لحد يعني الشباب اللي لسه متخرجين دلوقتي من ثانويه عامه، الفتره دي يفصل دماغه بجد، يفصل مخه من اي حاجه. خلاص انا اللي عملته والباقي ده بتاع ربنا بقى. يعني مقوله كنا بنقولها واحنا صغيرين، عملنا اللي علينا والباقي لربنا. فخلاص انت دورك هتعمل ايه؟ هتعدي النتيجه؟ عياطك هيغير حاجه؟ في ناس الموضوع بيأثر عليهم نفسيا وبيوصلهم لانتحار وحاجات. بجد دي مش اخر الدنيا على فكره. هو اغنى ناس في الدنيا دلوقتي او اغنى ناس في مصر والله ما هم دكاتره، والله ولا دكاتره ولا مهندسين. ولا اصلا ممكن يكونوا خريجين ثانويه عامه. بالظبط. بالظبط. فالموضوع مش نهايه العالم. انت ممكن تدخل على فكره، هو لو على لقب دكتور فانت عادي، انت ألسن صح؟ ممكن تحضر ماجستير وماجستير دكتوراه هتبقى دكتور، انا والناس هتحترمك وهتقول لك يا دكتور. انت عارف انا جالي ان انا اشتغل معيد في الكليه عندي، وكنت هبقى الدكتور راح والدكتور جه فاللي هو برضه انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. هو نفس الموضوع، الناس. مش لاقي تاكل. ايوه ايوه. مش لاقي تاكل، بتتفحم في سكن وفي مواصلات. هو بجد لازم العقليات تبدأ تتغير ويفهموا ثانوية عامة من منطق مختلف. انا لولا موضوع زعل اهلي انا بجد كان عندي لا مبالاة بجد. يعني حتى لما هم يكلموني انت حاسس انت وراك ايه دلوقتي، نفسك تعمل ايه دلوقتي، ولا اي حاجة. قلت لهم انا عايز انام واكل واشرب بس، والله بجد قلت لهم مش عايز اي حاجة من اي حد، ولا حد يطلب مني حاجة ولا انا هطلب حاجة من حد. حتى هنا بص في ثانوية عامة كان بابايا حابسني في الشقة هنا، وانا هنا بتعايش، ما بروحش الناحيه التانيه خالص. هو ما يعرفش اصلا انا بذاكر ايه، ولا يعرف اصلا بذاكر ولا لا. ساب لي تليفوني وساب لي حاجتي وعيش انت ومستقبلك.
ايوه، وخصوصا كمان ان في الفتره دي ما كانش في دروس، ان احنا ما كانش عندنا في الفتره، احنا طول اليوم انت كانوا بيحبسوا قاعد بيحبسوا المدرسين. بيحبسوا المدرسين. انت قاعد ما بتعملش اي حاجه غير ان انت قاعد في البيت المطلوب تذاكر. طيب بجد بجد الحوار كان متعب في السنة دي بالذات، لأن حتة الكورونا دي أثرت علينا، وكان كل شوية تأجيل، وكل شوية يقول لك الامتحانات لا هتتلغي، الامتحانات لا مش عارف هيحصل فيها وعلى إيه. فكرة هو ربنا يكون في عون الأجيال اللي جت بعدنا برضو، لأن تجرب عليهم اتجرب التابلت السنة اللي بعدينا اتجرب عليهم التابلت بص، ده راحوا في الشلاحات دول. أنا مقتنع إن أي دفعة اتجرب عليها أي نظام في الدنيا جديد لأول مرة بيبوظ بجد، بيبقى عامل نفسي صعب قوي على الطلبة. يعني احنا ممكن نكون فاكرين مثلا ان احنا كانت اصعب سنة على سنتنا، بالعكس انا شايف ان اللي جم بعدنا يعني حسهم اتظلموا قوي. اللي هو انت جيت جربت في جيل، انت وقعت الجيل كله. الشاطر اللي كان هيجيب مجموعة على جيلنا ما عرفش، لان هو متربي ان ثانوية عامة في منطق معين، ثانوية عامة بتذاكر بتحفظ بتجيب مجموع، فهو ذاكر وحفظ ما عرفش يجيب مجموع. النظام اختلف. ده فاهمني؟ دلوقتي بيدوروا إن هم يغيروا النظام كمان يعني. غيروا بقى ربنا ربنا يعينكم والله. طيب، برضو قبل ما ندخل على موضوع الكلية، حاجة أساسية من ضمن الحاجات اللي يعني برضو بنسأل فيها الناس، الفترة من اللي هو أنا خلصت امتحانات، أنا النهاردة خلصت امتحانات لحد ما النتيجة تظهر، أنا المفروض في الفترة دي أعمل إيه؟ عايز رأيي أنا الشخصي، من أنا دلوقتي اتخرجت، لو رجع بيا الزمن أول حاجة هعملها الفترة دي هستغلها وآخد كورسات. بجد. هتقول لي آخد كورسات إيه؟ آخد أي لغة. أنا لو معيش الإنجليش هاخد إنجليش. معايا الإنجليش هزود عليه لغة كمان. الموضوع ده هيفرق معاك في الجامعة جدا. بجد هيفرق معاك في حياتك عامة. هيفتح لك فرص كتير قوي، فرص كتير في كل حتة. في الجامعة تبقى أنت سابق زمايلك بكتير قوي، لأن دلوقتي الأجيال اللي طالعة كلها معاها لغة. فلو انت معكش لغه او مش متمكن من لغه، فاستغل الفتره دي بجد، احسن ما تفكر في مجموعك وتفكر في يعني تسيب نفسك للاكتئاب. لا، اتعلم. يعني في ناس ما شاء الله نعرفهم لسه بادئين الجامعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. ناس خدت كورسات ناس خدت كورسات لها علاقه بالطب البيطري. انا كخريج لسه ما خدتهاش. فالناس دي سابقه بخطوه. مش سابقه بخطوه اللي هو لا راح تقدم معايا في شغل هو هيسبقني، لا. انا دلوقتي عشان اوصل لليفل معين في شغل انا عايز اشتغله محتاج ارجع اخد الكورسات دي تاني. فاهمني؟ لما انا اروح اقدم على شغل، لو واحد تاني معاه لغه، سواء انا بشتغل في وسط مثلا في ناس كتير بتتكلم، في ناس اجانب، في ناس كلها معاها انجليش وناس معاها اكتر من لغه، فانا بكون في وسطهم قليل. فانا لو نصحت لحد يستغل الفتره دي ياخد اي كورسات هتفرق معاه جدا. حلو. هو مش معنى كلامه ان انت تاخد كورسات وما تتبسطش. لا، عيش عشان بس ايه. يا ملك، عيش يا ملك. ده اكتر واحد ده كان بيروح يلعب كرة في ايام امتحانات وايام مذاكرة وبتاع والكلام ده كله، فيعني ده اكتر واحد عارف حتة اللي هو الانبساط. هي يا ملك انا بحاول ما اضيعكش بس لو مشيت زي هتضيع يا ملك. حتة الكورسات دي تبقى ساعة ساعتين في اليوم، انت لسه خارج من المدعكة، ما تدوس على نفسك يعني. ادفع وما تروحش. الحياة مش مستاهلة. ادفع وما تروحش. بس يا عم، بس ما بنقولش كده. نكمل. الساعة دي بتاعت اخويا حلوة. مطقمة مع تيشيرت بجد؟ طرشقة. بس هي شكلها مش باينة انت عشان ايدك ضخمة يا طارق. لا، انا حاسة مش باينة في الكلام. طيب، تعال ننقل بقى على حتة ان انت دخلت او اتقابلت في كلية طب بيطري. الحمد لله. نظام الدراسة من الاول، عدد السنين، المواد. بص، هي طب بيطري الدفعات الجديدة اللي لسه داخلة، انا على ايامي كانت 5 سنين من غير امتياز. لكن دفعة 2020 الدفعات اللي داخلة بعدي هيبقى 5 سنين بلس في سنة امتياز. زي طب عادي. بالظبط. طبعا دي مصلحة ليا عشان مفيش دفعة جاية بعدي اخلص الجيش تمام، يعني هتاخد ان انتوا في سنة جاب ما بين الدفعة دي وما بين الدفعة دي، فتعرفوا انتوا تظبطوا نخلص جيشنا وندخل. هو طبعا طب بيطري 5 سنين. 5 سنين ترويقة يعني هيتبسطوا. ما تخوفهمش. بنقول لهم عشان ما تخوفهمش. قلت هيتبسطوا. ما هو في فرق ما بين انبساط وانبساط. هو الانبساط الحلو باين. باين.
طيب انت دخلت طب بيطري، يعني انا واحد من الناس انا مش فاهم حتة ازاي بتتعامل مع اللي هو الحيوانات، يعني مم. مش بتكش، مش بتقرف من الموضوع، الكلام ده كله في اول مثلا 10 15 مرة اتعاملت اتعاملت في الموضوع، لان انا الموضوع ده عامل لي ازمة، يعني انا ما بعرفش اتعامل معاهم في اي حاجة. مم. يعني مثلا هنذبح بتاع في العيد، الكلام ده كله انا ما بعرفش اتعامل معاهم، انا مش هتعامل معاهم، بص انتوا خلصوا وانا هاجي بعدين. بص، هو الموضوع اولا شخصيات. يعني مم. انا ممكن اكون ميال للتعامل مع الحيوانات، عندي عاطفه ناحيتهم. انت بتقرف منهم. في ناس عندها فوبيا ودخلت الطب البيطري، عندها مم. فوبيا من الحيوانات بجد كلها، كل انواعها، مم. سواء لارج انيمال زي البقر والجاموس والحصنه، او سواء بيت انيمال، كلاب وقطط. وفي ناس بتخاف من السلاحف بجد، احنا مم. بنشوف في الكليه وداخلين طب بيطري. فهو الموضوع اولا بيرجع للكليه اللي انت فيها. لان في كليات، انا عندي جامعه بدر طب بيطري، من دي 1 مم. بدا يخليني احتك واشوف من بعيد، واحده واحده بقرب، اتعامل مع حيوانات، يودونا مزارع. فاللي عنده الرهبه بيخلوه يمد ايده واحده واحده، والموضوع بيبدا يتشال، فاهم؟ بس في ناس لحد دلوقتي بتخاف، في ناس بتخاف لان هي ما بتحبش تجرب. مم. طالما انت عندك الجرأة انك تشتغل، وبعدين مجال طب بيطري فاتح لك المجال انك لو مش عايز تتعامل مع الحيوانات هتشتغل في مجالات كتير ملهاش علاقة بالحيوان، فاهم؟ هنروح للنقطة دي، بس اه، خلينا في حتة اللي هو ايه، انا داخل طب بيطري وبكش واحدة او واحدة. او بخاف من الموضوع او عندي رهبة من الموضوع. بص، انا واحد من الناس، انا ما كانش عندي تعامل مع الحيوانات. بابا كان بيقرف جدا، وما كنتش عارف اجيب اي حيوانات البيت. مم. انا كنت عايز اجيبها عشان اشوف سلوكياته، اشوف انا هعرف اتعامل معاه ولا لا. لحد ما خلاص بعد ما عديت اول ترم، بابا وافق ان انا اجيب قط هنا البيت. مم. فلما جبته الاول انا ما كنتش فاهم ايه الكلام ده. يعني انا كنت يعني ما كانش ليا احتكاك بيه خالص. مم. واحده واحده بدات اتعاطف معاه جدا جدا، وبدات احبه جدا. لدرجه ان انا، يعني احنا عندنا هنا في البيت بنعتبره فرد من افراد الاسره، مم. مش مجرد قط في البيت. بالعكس، ده احنا كنا بنتخض مثلا لو ندهنا عليه ما لقيناهوش. مم. فالموضوع ده خلاني بعد ما كنت مش عارف انا هعمل ايه لو وقفت قدام حيوان او جيت اتعامل مع حيوان، لان انا بقى عندي عاطفه وهموت وخايف على كل حيوان حرفيا، مم. سواء في الشارع او لارج انيمال او بيت انيمال. فالموضوع بيجي واحده واحده. طيب حلو الموضوع ده. طيب انت بتتكلم عن ان انتوا في بدر من اول يوم انتوا بتحتكوا بالحيوانات والكلام ده كله، خلينا ننقل بقى على اللي هو طب بيطري العادي. مم. نفس الموضوع ولا بيكون في ان هو ايه، زي اي حاجة حكومية في اي مكان؟ يعني هو ده مش تقليل من طب بيطري كطب بيطري، هو فكرة ان انت في اي حاجة حكومية انت مسمى بس كده. طبعا بص، هو انا ما دخلتش الكليات الحكوميه، بس انا زمايلي، ليا زمايل في جامعات حكوميه كتير، كانوا بيستغربوا لما بقول لهم ان انا في سنه اولى عندي بروجكت، واحنا جروب، عدد صغير معانا. يعني الكليه مديانا حيوان، طبعا مش حيوان عايش، مم. واحنا بنشتغل عليه في التشريح. مم. انا بشتغل بايدي. هم في الكليات الحكومي، يعني انت في سنه اولى بتشتغل على حيوان بايدك. كلهم نظرة هناك. ما كلهم انت بتنزل المشرحه، الدكتور بيشرح على حيوان واحد وكلكم بتتفرجوا، محدش بيمد ايده في الحاله مم. خالص. فهم كانوا بيستغربوا. طبعا دي بترجع لامكانيات الكليه واداره الكليه. طبعا اداره عايزه ان الطالب يخرج عنده سكيلز وما عندوش رهبه، مم. فبدات تخلينا نتدرب وبدات تصرف على الموضوع ده. في الكليات الحكوميه ما كنتش بشوف ده. مم. بس هل الكليات الحكوميه وحشه؟ لا طبعا، الكليات الحكوميه قويه جدا، والطلبه خارجه منها قويه جدا، وعلميا ناس تقيله جدا. مم. بس انا بتكلم في حته ان الكليه توفر امكانيات للطلبه، لا، بيبقى اعتماد شخصي. انت عايز تجيب حيوان وتتعلم فيه وتشتغل عليه، هات. انما انا مش هوفر لك ده بتكلم في سنه اولى. مم. انما في الاخر طبعا في مواد في الاخر لما بتقرب على التخرج طبعا بيجيبوا لك وبيعلموك وبيخلوك تشتغل. وموضوع، انت لو تفتكر الموضوع طلع ترند فتره، يعني بتاع جامعه القاهره ده. مم. حلو، حلو الموضوع ده. طيب المواد اللي بتاخدوها في طب بيطري، يعني مثلا نفس، او يعني ده اللي انا سمعته من حد ان تقريبا نفس المواد بتبقى مع طب بشري تقريبا، بس الفرق ان انت هنا بتتعامل مع حتة اللي هو كائن اللي هو الحيوان، انما هنا بتتعامل مع اللي هو البشر. تمام. فهل
يعني ممكن يكون في اختلاط ما بين الاتنين من ناحية المواد او الكلام ده كله. بص هقول لك، الطب عامة في حاجات في البداية، يعني سنة أولى وشوية من سنة تانية بتبقى مواد يعتبر مشتركة، مم. إلا حاجات خفيفة. يعني مثلا في مواد زي الهيستولوجي، بندرس الخلايا وكده. طب بشري زي طب بيطري، مم. لأن دي خلايا الجسم، مش هيفرق من حيوان مش هيفرق. لإنسان. اه. عايز اقول لك كمان معلومه، هو البادي بتاع الحيوان والاورجنز الموجوده وكل حاجه في الانسان هو الحيوان. حتى اسماء المسلز في الانسان هي في الحيوان مم. واحد. بس في فرق حاجات في شكل عظم جسم الانسان ميزته خلته واقف على رجلين. مم. كم عظمه؟ يعني مثلا الترقوه مثلا مش موجوده عند الحيوان، مم. فبتلاقي صدره مقفول وطالع لقدام ونازل كده لقدام. عند ايوه، فده اللي الانسان عنده يخليه. الترقوه في فرد كتفه. مم. فهو نفس العظم، نفس الاسماء، نفس العضلات، نفس الاسماء. فاحنا شبه بعض، مم. بنختلف في عدد بقى العظم، في شكل الهيكل. ده اللي بيفرق بين الاتنين في التشريح. بقيه المواد احنا بندرس بايو كيمستري وهم بيدرسوا بايو كيمستري. مم. احنا بندرس كيمستري وهم بيدرسوا كيمستري. احنا بندرس بكتيريا وبندرس طفيليات باراسيتولوجي، هم بيدرسوا نفس الموضوع. احنا بندرس فارما وهم بيدرسوا فارما. في مواد كتير مشتركه بيننا وبينهم. حتى الامراض بعد كده لما نتعمق في الامراض هنا هي هنا. مم. بس طبعا بيفرق بيفرق طريقة التعامل هنا مع هنا. بيفرق طريقه التعامل. انما المرض نفسه انت يعني مثلا لو واحد طب بشري قال لي على مرض معين انا هكون عارفه، مم. واحنا الاثنين عندنا نفس المعلومات عن المرض، بس التعامل معاه في الحيوان غير الانسان. غير الإنسان. بالظبط. حلو الموضوع ده. طيب، انت كنا بنتكلم على حتة مجالات الشغل، اللي هو لو حد عنده رهبة مش شرط يكمل في طب بيطري بعد ما يخلص الكلية. انا كواحد مثلا اتخرجت من طب بيطري، ايه المجالات التانية اللي ممكن اشتغل فيها غير ان انا افتح عيادة؟ يعني انا يعني عندي تصور كده ان كل اللي بيخش طب انا داخل طب عشان اروح افتح عيادة وخلاص. بص اقول لك على حاجه، هو المبدأ ده لو عند حد فهو ما يعرفش حاجه عن الطب البيطري. مم. عايز اقول لك ان الطب البيطري التعامل مع الحيوان ده برانش واحد من الطب البيطري. انت عندك الطب البيطري في مجال لارج انيمال اللي انت بتشتغل فيه في المزارع. مم. عندك مجال الدواجن، يعني انت ممكن تشتغل في المزارع عامة، سواء لارج انيمال، مواشي، حصنة. تشتغل في مزارع فراخ، ده شغل المزارع. ممكن تفتح عيادة خاصة بيك في اي مجال في دول، مم. حتى البيت انيمال من ضمنهم. طبعا مجال البيت انيمال لسه مستجد، مش مجال قديم. مم. فطبعا في محافظات الارياف مش متوفر قوي، مش موجود. بس موجود في المدن وبكميه مم. كبيره وطالع طالعه حلوه قوي، والامكانيات فيه رهيبه. مم. ويعتبر من اصعب المجالات لان هو اقرب للبشري، لان انا بجيب لك حيوان انا معتبره فرد من افراد الاسره، فانت مش هتعرف تمشي الدنيا. هو لو حصل له حاجه انا هحاسبك. عيادة كلها يدخلها، كل اللي هيدخلها بنات من 20 ل30. مش ده المنطق، مش ده المنطق، لا 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 بالعكس، مش ده المنطق. يعني مين هيروح بالقطة مثلا غير بنته قليل من الرجالة؟ عشان انت ما شفتش المجال. الناس اللي متعوده تربي بجد بيجوا كتير، او الاسره كلها بتيجي، ورجاله بتيجي كتير، وشباب بيجوا بالكلاب بتاعتهم والحيوانات بتاعتهم. ده منطق احنا فاهمين، احنا شايفين كده، او لاحظت ان الناس كتير شايفه كده، بس لما يروحوا سوق العمل ويشوفوا مش هيلاقوا ده اللي بيحصل. بس لقيت ان ده معتقد عند اغلب الناس يعني. طيب، غير العيادة. طبعا عندك طبعا بقى شغل المصانع. بص طب بيطري فيها اقسام كتير. ممكن تشتغل في الفود سيفتي. مجال الفود سيفتي ده مجال واعد جدا، فلوسه حلوه جدا، وجوه مصر وبره مصر، اللي هو حفظ سلامه الغذاء. تشتغل بقى زي، بص، اي مصنع اغذيه، اي شركات اغذيه، اي مطاعم، اي فنادق، لازم فيها قسم الفود سيفتي. طبيب بيطري مش في واحد كان قاعد معايا من كلية زراعة، قال لي القسم ده عندنا في الكلية بدأ يدخلوا ناس كتيرة في الفترة الأخيرة في الموضوع ده، في الفود سيفتي بالذات، إن هو مش عايز يكمل في زراعة، أو يعني مش عايز يحتك بمجال اللي هو إيه شغل الأراضي واللي هو الزراعة عموما. هو داخل على اللي هو التغذية أو حفظ الأغذية والكلام ده كله. فالمجال ده برضو موجود عندكم. موجود عندنا طبعا، ومجال اساسي كمان، وبجد له مستقبل حلو قوي، وفلوسه جميله قوي. ممكن تشتغل زي ما قلت لك مصانع ادويه، مصانع اغذيه. ممكن تشتغل في شركات ادويه، في مناصب مختلفه كتير في شركات الادويه.
ممكن تفتح صيدليه بيطريه، ومسموح لك ان انت تفتح صيدليه بيطريه بالتعاون مع صيدلي بشري، صيدليه 70% بشري و30% بيطري. مسموح لك تفتح معمل تحاليل. مسموح لك تشتغل في معمل الفورنسيك، تحاليل. في الطب الشرعي. معمل تحاليل ليه؟ احنا بنشتغل في معامل التحاليل. في معمل التحاليل البشري ولا هي بيبقى ده ليه معمل وده هو اكيد ده ليه معمل وده ليه معمل يعني. بص، هو انا مسموح بشهادتي افتح معمل تحليل عامه، في معامل تحاليل بيطريه. تمام. يعني انا عندي كطب بيطري، ممكن انا عندي في العياده اي حاله بتجيلي قبل ما ابدا اعمل عمليه او قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، ببدا اجيب عينات من الحيوان بتاعي ده وابعتها معمل. يعني انت عندك مثلا معمل المختبر، ممكن اطلع لك دلوقتي تحاليل من معمل المختبر البيطري. يعني معمل المختبر مشهور في منه بيطري وبشري، يعني جوه، يعني حاجه مشتركه. ايوه فهمت. بس انما انا يعني بعيدا عن التصوير، ان انا اقول لك ان انا كطارق ليا افتح معمل تحليل بشري او لا، دي انا ما اعرفش فيها لسه. يعني ما اقدرش اضيف لك المعلومه، ممكن اسيرش ونقول يعني. تمام حلو. انا مبسوط ان احنا بنصور في المراحل. كنت ناوي اعمل بجد طيب كله هو انا واحد من الناس عندنا اعتقاد ان سنه ثالثه بتبقى اصعب سنه في الكليه. فانا مش هكلمك عن سنه ثالثه، ايه اصعب حاجه عموما في الكليه اذا كان من مواد او دكاتره او تعامل بره او الكلام ده كله. بص هقول لك، هو الموضوع بيبدا معاك تدريجي بصراحه. يعني انت الاول بتبقى داخل كل سنه هتدخلها تبقى شايفها صعبه. يعني انت تبقى داخل سنه اولى، هي انا بالنسبه لي اصعب سنه اولى، ان انت بتتنقل من ثانويه، والناس هتفهم معنى كلامي انك لما تدخل جامعه هتحس ان المواد الثانويه دي حاجه تافهه جدا. هي تافهه بجد. احنا كنا بنقفل مواد اللي هو الكليه واحنا رايحين في المواصلات تقريبا. بالظبط. بنقفل نسبه كبيره منها وبتبقى اكتر من بتاعه ثانويه عامه. بالظبط. فكره ان انت بقى في الاول في الجامعه في سنه اولى بتتعامل في حاجات نظري، بيبقى مواد اغلبها بيزكس. مره واحده بتيجي عند سنه تانية برضو بتبقى بتاخد حاجات بيزكس، ويبدا يدخلك شويه طب كده في الموضوع. مره واحده بتلاقي نفسك اتنقلت مره واحده، حدفت على مواد طب بقى. فبتحس ان انت كل ما بتعلى ليفل كل ما الدنيا بتصعب اكتر، وكل ما بتحس ان الموضوع بيجعلص منك اكتر كده، فاهم؟ فطبعا الترانزيشن ده بيكون من تانية لتالتة كده، فاهمني؟ من اول ما تبدا تاخد بقى مايكروبيولوجي، تبدا تاخد بكتيريا، وتبدا تاخد طفيليات باراسيتولوجي، وفارماكولوجي بقى، وتلاقي الدنيا بدات تطلع معاك لبطنه وجراحه وامراض مشتركه، تحس ان الدنيا انت مش عارف تلحق منين. انت مش عارف تلاحق منين ومنين. وطبعا لما بتبدا، يعني انا دلوقتي اتخرجت، بتبقى تايه. انت مش عارف طب انا هروح فين، ولو انت ما استقرتش من دي 1 انت عايز تروح فين، انت هتوه وحشه قوي. هتبقى بعد ما اتخرجت هتلاقي زمايلك اشتغلوا، ليك حد مسك عياده، وواحد تاني نزل مزارع، وواحد تاني راح تريننج في مزارع خيول، ومش عارف مين بيدور على فرصه سفر فين، وانت لسه بقى قدامك جيش. طب انا هعرف اشتغل في الفتره دي ولا مش هعرف؟ طب احاول افتح مشروعي ولا مش هعرف؟ تحس ان انت تايه جدا. فطبعا بالنسبه لي بعد الجامعه الموضوع بحر يعني. انا لسه غرقان فيه لحد دلوقتي، نفسي حد يطلعني. حته اللي هو الفتره من بعد الكليه او من بعد التخرج لحد الجيش، في كذا حد انا سالته في الموضوع ده قال ان هو يعني يفضل الفتره دي ما يشتغلش فيها، ان هو يطور من نفسه او ياخد الكورسات او الكلام ده كله، لان فتره الجيش هتفصله عن الشغل ده خالص. وبعد كده بعد ما يرجع هيبقى محتاج ان هو يرجع يعيد الحاجات دي تاني، يرجع يفتكرها تاني. فانت ايه رايك؟ بص هقول لك، انا من وجهه نظري اللي بيلحق يمسك في فرصه دلوقتي يلحق. انما الناس اللي هي، بص ما هو على حسب الدفعه برضه. يعني ما فيش واحد مثلا، في ناس هتقدم في شهر 8، في ناس هتقدم في شهر 9، فده ممكن يشوف اي كورس ياخده او اي حاجه، انه مش هيلحق يشتغل اصلا. هو اللي هيتعلمه في الجيش بقى ويطلع لسه هيبدا حياته. انما مثلا انا واحد غالبا بنسبه كبيره جيش هيتاخر لشهر 4، فانا الفتره دي هقعد اعمل فيها ايه؟ يعني انا مش حابب فكره ان انا اصحابي خلاص ما شاء الله عليهم الله اكبر، في ناس مسكت عيادات وما عندهمش جيش، في ناس مسكت شغل فعلا في عيادات، ومش واحد او اتنين، ده عدد.
فانت بتحس بغيره في مجالك شويه، مش حقد على زمايلك، لا. ايوه احنا كنا كلنا مع بعض سوا في الجامعه، بنذاكر وبنساعد بعض وبنشطر بعض بالمذاكره وبالتشجيع. فانت عايز تبقى معاهم في نفس الليفل، مش عايز نفسك مره واحده تقول ده احنا كنا مع بعض في الهزار والضحك وايام الجامعه، وبعد ما اتخرجنا انا وقعت وهم طلعوا. لا، انت بتحاول تفضل ماشي معاهم، او بالعكس احنا بنحاول نتنافس في الموضوع. فطالما انا قدامي فرصه، لا احاول اثبت رجلي في مكان، احاول اصل هو الفرصه برضو ممكن تجي لك وتشتغل وتخلص جيشك وترجع لنفس المكان تاني. ما هو خلاص انت بتبقى ثبت نفسك في مكان معين، وفي نفس الوقت تبقى جربت. يعني انت لو حاولت حتى تغير مجالك ده بعد الجيش هتبقى جربت. فاهم قصدي؟ حلو الكلام ده جدا. طيب طارق بقى، ندخل على طارق الدحيح. طارق كان نظام مذاكرته في كلية طب بيطري ازاي؟ لحد داخل سنة أولى دلوقتي، يعني هو مثلا خلاص جات له النتيجة مثلا وربنا كرمه إن هو هيدخل طب بيطري، يذاكر ازاي؟ يتعامل مع المواد ازاي؟ بص هقول لك على حاجه. هو اول ما انا عرفت ان انا داخل طب بيطري، طبعا كان شاغلني في الاول السؤال اللي انت سالته، انا هشتغل ايه؟ طب انا لو مش عايز اشتغل لارج انيمال ويتقال عليا دكتور بهايم انا عايز اخرج من الزون دي. الناس شايفه طب بيطري بمنظور، انا دلوقتي تقبلته، بس احنا عايزين نغيره. احنا محتاجين جيل يغير المفهوم ده عن الطب البيطري، ان الناس شايفاه دكتور بهايم. في اماكن تانية إن يعني الناس شايفه ان ده مجال محترم جدا. في اماكن يقول لك ده حيوان يا عم، تعمل ده كله عشان حيوان. فانا كنت شايل هم النقطه دي قبل ما ادخل الجامعه. طبعا لما دخلت وعرفت قيمه الكليه، طبعا في سنه اولى الترم الاول بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه. اي حد مش كويس في اللغه، في الانجليش كنت كلمتك عنها في الاول، هيقول لك ده انا بدرس كل حاجه بالانجليش، انا مش فاهم حاجه، انا الموضوع صعب بالنسبه لي، طب انا هعرف اذاكر لوحدي ازاي؟ وهيحس ان الموضوع كومبليكيتد جدا ومش هيعرف ياخد خطوه لقدام. اول ما يحس ان هو هيضيع، مستقبله هيضيع، وهيجرب يذاكر بجد. الطب ملوش علاقه بثروتك اللغويه نهائي. هي مصطلحات طبيه، هي مصطلحات طبيه انت بتقراها وبتفهمها، ومن كتر التكرار بتلاقي نفسك فاهم. يعني ممكن تلاقي واحد مش عارف يكلمك ولا تكلمه انجلش خالص، بس تقول له كلام يعني بالطب عامه يفهمك ويرد عليك انجلش برضه ويكلمك عادي. ايوه، احنا كان عندنا في الكليه اقسام كانوا بيدخلونا ترجمه طبيه وترجمه صناعيه وترجمه زراعيه والكلام ده كله، كل حاجه ليها اقسام، واللي تلاقيه هنا غير اللي تلاقيه هنا غير اللي تلاقيه هنا غير اللي تلاقيه هنا، فهي مختلفه من ده لده. تمام بالظبط. فهي كانت اول مشكله بتقابل اي حد، ان احنا بندرس بالانجليزي واحنا ما كناش متعلمين انجلش كويس. فلو هو حط كل اعتقاده ان التقصير او العيب ان هو مش كويس في اللغه، فهيوقع نفسه في اول ترم ليه في الجامعه. دي كانت مشكلتي اول ما دخلت، لان الموضوع بيجي بالممارسه. حاول واقرا وجرب، ومره ورا مره ورا مره هتلاقي نفسك اتعودت على الكلمات، والكلمات بتتكرر بجد. يعني هو الموضوع هيمشي معاك. دي كانت اول مشكله قابلتني. طبعا ما عدتهاش اول ترم، ودي كانت غلطتي. تعمل كده. ما طبعا ندمت على حاجه زي كده عشان بتاثر طبعا على الجي بي اي. ومعلومه كمان عايز اقولها، الجي بي اي اللي بتجيبه في سنه اولى في الترم الاول والترم الثاني، كل طب بيطري بقى جي بي اي دلوقتي ساعات معتمده، ده اللي هيكمل معاك بعد كده، لان انت في اول سنه. فالجي بي اي لو كان عالي قوي، عبال ما توصل للاخر حتى لو ما بتذاكرش عشان ينزل، مش هيكسر الامتياز بسهوله. يعني هتلاقي نفسك محافظ على الامتياز، ودي ميزه الجي بي اي. بس لو وقعت في سنه اولى هتلاقي نفسك بتطلع واحده واحده ببطء، والموضوع بيبقى نفسيا لو انت قررت تشد حيلك بعد كده بيبقى صعب جدا. طبعا هتقول لي من دي 1 بقى اقعد اذاكر واجيب محاضرات، وانا كنت لعبي جدا بجد، انا اتخرجت بجد جدا. تمام. فبالنسبه لطب بيطري ده تقدير حلو قوي، لان طب بيطري الامتيازات فيه قليله مش كتير. فانا كنت لعبي، وانا من النوع اللي بلم ايام الامتحانات بصراحه. بس مش ليله الامتحان. يعني انا مثلا خلاص احنا البراكتيكال قرب، ابدا من قبل البراكتيكال كده باسبوعين، تلاقي نفسي بقى ايه ده الترم جري، بتلاقيني بقى عمال بلف حوالين نفسي بتجيب محاضرات من اول السنه وبتاع. بقى هو بص، يعني انا مثلا ما ببقى عمري ما بدات مثلا وانا قدامي مثلا 5 محاضرات 9 10 بس انا عندي اقتناع، وفي كلمه الدكتور قالها لي، معيد هو اخ بالنسبه لي،
قال لي طالما في وقت قبل الامتحان فانت تقدر تعمل حاجه بجد. ما تسيبش كميه كبيره عشان انت احبطت، لا عادي روح وانت مش مخلص كل حاجه، بس المهم ما تسيبش حاجه وما تندمش على حاجه انت ضيعتها خلاص. اللي هو المبدأ بتاع ما لا يدرك كله لا يترك لا كله. يترك كله. وفي الاول والاخر انت مش في ثانويه عامه، يعني انت لو لا قدر الله حصل لك دروب انت مش هتموت، بس هتندم عليه بعد كده. فانت حاول على قد ما تقدر قبل كل كويز تقدر تلم، تحاول تلم، عندك طاقه تقدر تقسم مجهودك من اول الترم وتذاكر محاضرات، اعمل كده. بس هي الناس شخصيات، وعلى فكره هو الشاطر اللي بيعرف يجيب جون في الاخر. يعني انت ممكن يكون استيعابك قليل، فانت بتحاول من اول الترم تذاكر تذاكر تذاكر، وانا لم ليله الامتحان واجيب اعلى منك. فهو كل واحد وقدراته. كل واحد انت وقدراته. لو عرفت تفهم نفسك وتفهم انت بتسيطر على نفسك ازاي، انت هتبقى توب على اي حد بجد. عشان ما تقعدش طول الترم تقول ده انا لو ذاكرت زي فلان هبقى الاول على الدفعه. خلاص انت عارف ان انت مثلا متارجت ان انت عايز تبقى من الناس المتفوقه. وعلى فكره اقول لك على حاجه، انا عندي ناس زمايلي ما كانتش شاطره في ثانويه عامه خالص، ومجامعها في ثانويه عامه قليله، ما شاء الله عليهم الله اكبر، هم اوائل دفعتي ما شاء الله. فهو الموضوع انت هدفك ايه وانت قدراتك ايه. ما يبقاش انت قدراتك استيعابك قليل وتقول لي لا ده انا هلم ليله الامتحان. هي مش شطاره، هي مش شطاره ان انا الم ليله الامتحان. هو انا عارف قدراتي بقدر، انا ما اقدرش اذاكر طول الترم. اللي بيذاكر طول الترم بيستريح، ده اكيد. ده اكيد. وبيجيب المجموع باقل مجهود. انا بعمل مجهود كبير جدا وايام ما بنامش فيها وتعب وارهاق، وده مش صح. ايوه الصح انك تحاول تقسم مجهودك، ذكاء مش اكتر. وكل ترم هتقول المره الجايه مش الترم الجاي مش هعمل كده وهتعمل كده. هتعمل كده. بس احنا بقالنا يعني انا اخدت كام ترم في الكليه 8. كل مره كنت بقول نفس الجمله اللي هو انا مش هذاكر ليله الامتحان، بس في الاخر يعني جبنا جيد جدا برضه يعني. بص انت هتحط قدامك هاشتاج كده، هنعوض الترم الجاي. هنعوض في الفاينل. طيب جيت في الفاينل هنعوض في الترم الجاي. انت كل مرحله الميمز دي هتلاقيها على الفيسبوك بتجيلك لوحدها يعني. عايز اقول لك ان انا قلت كده اخر ترم ليا، واكتشفت ان ده مفيش بعد كده. عوض الترم الجاي، ما هو خلاص ما في. اكتشفت للاسف ان مفيش ترم جاي، بس حصل خير يعني، تعوض في مجال العمل. طيب على عكس الكلام اللي احنا قلناه ده، دايما مشهور عن بتوع الطب ان هم ما عندهمش وقت ان هم يعملوا حاجه خارج الكليه او خارج الدراسه. بعيدا عن طارق، عشان احنا عارفين ان طارق مش فارق معاه. طارق مش فارق معاه. طالب طب الطبيعي. اثناء الدراسه ولا بعد التخرج؟ في الدراسه. في الدراسه. بص هو انا بصراحه انا بابايا دكتور بشري. تمام. هو كان بيشوفني بخرج مع زمايلي وبروح العب وفي نفس الوقت بجيب درجات كويسه، فهو كان يستغرب يقول لي انا نفسي افهم انت ازاي قاعد كده. احنا على ايامنا ما كناش بنقعد كده. انا عمري ما كنت قبل الامتحانات بروح العب كوره. اصل انا كان اكلمه قبل الامتحان مثلا باسبوع، بابا انا كنت بلعب كوره واتخبطت ومش عارف ايه اعمل. انت كوره ايه؟ هو انت مش عندك امتحانات؟ فبجد هو الموضوع بالنسبه لهم زمان غير دلوقتي. هم زمان كان بالنسبه لهم طب انا ماشي كده بجد، وهم ما شاء الله عليهم متفوقين وكل حاجه، بس أيوة. الحياه مش كده خالص. بالعكس هو الشاطر اللي يدي وقت لمذاكرته ويدي وقت لنفسه ويتبسط بحياته، عشان بعد فتره الجامعه انت فتره شبابك انتهت. انت حرفيا هتبقى مكنه، انت بتشتغل وتصحى الصبح وراك كورسات معينه بتقوي نفسك فيها، تروح شغلك، دي حياتك، وبتحاول تذاكر عشان تطور نفسك. فانت مش هتلاقي وقت لحياتك بعد التخرج. ففكره ان انا ماسك كتبي ورايح جاي على الجامعه ومضيع وقتي كله على الموضوع ده، بجد الناس دي بتندم دلوقتي، لان هي شافت ناس تانية. يعني احنا عايز اقول لك ان الاول على دفعتي ما شاء الله عليه، هو كان بيلعب كوره وكان بيخرج عادي وبيعمل كل حاجه، والاول على الدفعه. وعلى فكره ما كانش بيذاكر مناهج بس، كان بيسيرش وبيعمل كل حاجه. طبعا دي قدرات الله اكبر عليه. فانا من وجهه نظري انا عرفت اعمل واجيب تقدير بطريقه ما ضيقتش على نفس الدنيا، وكنت مبسوط جدا وما حسيتش ان انا منعزل. وفي نفس الوقت كان في ناس منعزله ورايحه جايه بس على الجامعه وراجعه على البيت، وانا عملت نفس اللي هم عملوه، يعني تارجت واحد. حته تقسيم الوقت نفسه ده، غير ان كمان دلوقتي يعني احنا لحقنا شات جي بي تي في اواخر الكليه. يا لو كان ده موجود من اول ما عارف دخلنا. ان شات جي بي تي دلوقتي بيكشف ويشخص.
ايوه ما والله بجد. يا لو كنا الموضوع ده ظبط معانا من الاول. لا دلوقتي الاي اي مسهل على الناس بطريقه انا يعني. حاسه على فكره قرب يدخل في مرحله ان هو يخلي يعني يخلي البني ادم ملوش لازمه، انت مجرد اداه، انت واقف بس بتديله اوردر وهو في بينفذ. في حاجه اسمها انفيديو، مش عارف شفتها ولا لا، بس هي بفلوس حاليا يعني. تمام. انفيديو ده انت بترفع له فيديو ليك عباره عن دقيقه. تمام. ياخد تون صوتك، ياخد شكلك، الكلام ده كله. مم. وبعد كده انت بتطلب منه بقى اعمل لي فيديو عن كذا بشكلي وبصوتي وبالكلام ده كله. يعمل هو المحتوى يعمل مكانك. هو المحتوى مكاني والكلام ده كله. ممكن اعمل مليون فيديو في نفس الوقت. فلا بتكتب الحوار له سكريبت وهو هو احيانا كمان هو اللي بيكتب سكريبت. شفت حاجه زي كده، كان عبد الحليم حافظ كان بيغني اغنيه لحمو بيكا. اه انا شفت التحولات دي والله. بس على ريميكس فكره كانت عجباني جدا. ريميكس عبد الحليم حافظ وبتاع. انت عارف اول حاجه حصلت في الحته دي لما امير عيد نزل الريميكس بتاع ام كلثوم؟ ايه اه. ازاي؟ مم. ازاي يا كده عملت كده ازاي؟ دلوقتي عادي يا معلم ده. على فكره بجد شات جي بي تي الموضوع ده بقى قوي جدا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، في والد واحد صاحبي هو استاذ جامعي، كان بيتكلم معايا من اسبوع تقريبا او اسبوعين في الموضوع ده. كان عنده نظره، بيقول لي طب هو دلوقتي شات جي بي تي بيقدم لي معلومات بناء على ايه؟ بناء على بشر اجتهدوا وحطوا علم معين، فشات جي بي تي خده وخد معلومات طارق، معلومات اسلام، معلومات الناس كلها، وبقى عنده كونتنت يقدر يقدمه لي. طيب هو هيتطور اكتر من كده هيروح فين؟ هيجيب علمه منين لما بقى الناس كلها معتمدة على شات جي بي تي في الموضوع ده؟ فهو هيجيب كونتنت منين بعد كده؟ ما احنا هنقف عن الابتكار والعلم والمذاكرة والريسيرش عامة. هو بقى هيستمد معلوماته من فين؟ فهو حس ان في ليفل معين الدنيا هتقف، بجد الدنيا هتقف، ولا شات جي بي تي هيعرف يفيدني ولا انا هعرف افيده، لان انا معتمد عليه وهو معتمد عليا. فهو تصدق حس ان في ليفل معين هنوصل له الدنيا هتقف حرفيا. تصدق ميك سنس شويه. يعني لو فكرت في الموضوع، لا عنده حق. هنوصل ليه بعد كده؟ لا عنده حق. طيب. إيه الطب كله بيهرب من دلوقتي من مصر ويطلع على بره. دول بتوع بشري. عندكم برضو نفس الموضوع؟ اوه طبعا. اكتر من بتوع بشري. طبعا. بص يا معلم، من ميزه الطب البيطري ان هو مجالاته بره مصر سواء في اوروبا او في دول الخليج مفتوحه جدا. في البعض منها بيطلب معادله والبعض لا. انا تخصصي بيت انيمال، اعرف 3 دكاتره لحد دلوقتي بيشتغلوا في عيادات خاصه في دبي، واعرف واحد لسه رايح السعوديه قريب. مجالات البيت انيمال برضو من غير معادله من غير اي حاجه بيروحوا على عيادات خاصه هناك. ومجال الفود سيفتي مطلوب جدا جدا، مطلوب جدا بره مصر. ومجال الخيول، انت لو تعرف في دكاتره كتير مشهوره على السوشيال ميديا في مجالات الخيول دي، شغلهم اغلبه بره مصر. لبنان وقطر والكويت والامارات والسعوديه. فالمجال مفتوح جدا واغلبهم خريجين، خلي بالك اللي بيسافروا. فخلاص هو مجال الشغل الطب البيطري مفتوح بشكل مرعب بره مصر، فالناس كلها بتسافر. اكتر من هنا بكتير كمان. طبعا. طبعا. وبره مقدرين المجال. العقليه بتختلف عن مفهوم الطب البيطري. هناك انا دكتور طارق، هنا انا دكتور بهايم. بالظبط. هو على فكره الموضوع ده يعني مثلا في بعض الاماكن ما عندهمش يعني مفهوم دكتور البهايم بجد. يعني انت لما بتقول له انا دكتور بيطري بيبقى بالنسبه له انت شخص جميل جدا. انت يعني اصل انت بتتعامل مع حيوان، هو ما بيقولكش انا جنبي وجعني ولا ظهري وجعني مفيش الكلام ده. انت بتتعامل مع حيوان هو مش فاهمك وانت مش فاهمه. كانك بتتعامل مع طفل انت بتحاول تفهم هو بيعيط ليه. بالظبط. بتعمل بجد الاكزامينيشن بتبداه من الزيرو. انت بتحاول تكتشف، وممكن وانت بتكشف تكتشف حاجه ما يعني هو بيشتكيش منها. ممكن تكتشف مثلا ان عنده فشل كلوي مثلا وانت بتكشف، فهو ما يعرفش وصاحبه ما يعرفش وانت بتعرف. فهو الموضوع انساني جدا، والموضوع فيه رحمه ورأفه فوق ما تتخيل.
ففي ناس في اماكن معينه يعرف انك دكتور بيطري بجد عينه بتلمع، انت بالنسبه له منقذ، انت دكتور الرحمه. فانت لما بتقابل حد او بتصادف حد من الناس دي، احنا طبعا ما بقاش بيفرق معانا لان احنا سمعنا دكتور بهيم دي، يعني احنا بنقولها لبعض انا دكتور بهيم. محدش يعرف انا دكتور بهيم. وعلى فكره الموضوع بقى لذيذ جدا، الراجل ضحك بص. انا دكتور بهيم، بص الموضوع بقى مضحك بالنسبه له. فانا لما بقابل حد بجد بيبص لي بالبصه دي بيرجع لي امل ان احنا نحاول نغير مفهوم الطب البيطري عند الناس. بجد الناس لازم، يعني هو بالنسبه له يعني بجد يشوفك بتعطف على حيوان بيموت يقول لك ما تاكل الراجل الغلبان احسن. والله العظيم والله العظيم انا معاك ان انا اكل الراجل الغلبان، بس هو مش هيشبع. يعني انت مهما تديله الحاجه بالسهل هو هياخدها بالسهل، انما ده حيوان وده روح. وعلى ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كان الصحابه ابو هريره ما كان عنده رأفة وحب بالحيوانات، هو ما كانش فيه فقراء ساعتها، ما كان فيه فقراء ساعتها، ليه ما حدش قال له ما تعطف على بني ادم احسن؟ مش كده، هي الدنيا مش كده. الناس بحس بس ان الناس محتاجه يبقى في قلبها رحمه، بس تفهم ان يعني مش عشان انا بساعد حيوان انا راجل ماليش لازمه. هو ده المنطق المنتشر دلوقتي. ان شاء الله الناس تتعالج، يعني احنا بلد مريضه. احنا ما بنقولش الكلام ده، احنا ما بنقولش الكلام ده. احنا كلنا عارفين بس ما بنقولش. ما تبقاش مريض، خليك بني ادم. طيب انا تعبتك. انا اللي تعبتك. لا انت اللي اتكلمت اكتر مني، فانا بصراحه خدت من وقتك جامد. الراجل بص حرفيا جاي يومين انا خدت منه يوم، يعني خدت منه يوم عشان نعرف نصور الحلقه دي. بس يعني اتمنى ان شاء الله يعني ان هي تكون اي حد داخل طب بيطري ان هو يكون استفاد من الموضوع ده. وكل الكلام اللي بيقوله طارق عن نفسه اعمل عكسه، كل الكلام حرفيا. كل الكلام اللي بيقوله بقى في المذاكره في الكلام ده كله اعمل عكسه. يعني ما تاخدش الموضوع ان هو ده مش طبيعي، والله مش طبيعي. كان بينزل يلعب كوره في ايام امتحانات وبتاع والكلام ده كله. هم عنده في البيت يمكن متقبلين الحته دي شويه، انما انت عندك في البيت الله اعلم. يعني انا مش هقدر اقول لك اعمل زيه. انت جيت للشخص الغلط صار. على فكره والله هي مش فكره جيت للشخص الغلط. انا عارف ان الشخص ده لعبي وفي نفس الوقت ناجح. لا انا عايز افهم المعادله دي جت ازاي، فاهم قصدي؟ هقول لك، انا عارف قدراتي، انا بمل بسرعه جدا. يعني انا دلوقتي مثلا اعتبرني دلوقتي باخد عندك كورس انجلش. انت دلوقتي علمتني حاجه شويه قليله واديتني اسبوع قلت لي ذاكر الحاجه دي وتعالى لي، انا هعيش حياتي الاسبوع ده وهذاكرها قبل ما اجي لك. وقبل ما اجي لك. وبالنسبه لي انا بجد ده بالنسبه لي بيبقى التاسك لازم اخلصه. انا هاجي لك مذاكر، والله العظيم بجد هاجي لك مذاكر وهتحس ان انا مذاكر بقالي شويه حلوين. فهي دي قدراتي. انا بحس ان انا ما بعرفش اقعد اقسم وقتي من ان انا اذاكر شويه النهارده والعب شويه واذاكر شويه بكره والعب شويه. لا، انا دلوقتي هلعب ودلوقتي هذاكر. يعني انا تشوفني في ايام الفاينل ما بشوفش بني ادمين بجد. الناس بتفكرني مشيت، انا قاعد هناك في القاهره الناس بتفكرني مشيت، يعني انا مش موجود لان محدش بيشوفني، فببقى مركز جدا. وعلى فكره في ناس كتير كده. ما قلت لك من شويه ان مش ده الصح، بس كل واحد عارف قدرات نفسه. وبجد الشخص اللي هيفهم نفسه بدري هو اللي هيستريح. يعني لو فكر ان الناس كلها عشان الناس بتقول انا كنت بلم على فصل، على فكره هتلاقي ناس دحيحه جدا وبتذاكر طول الترم، تيجي تكلمه يقول لك ايه انا كنت بلم ليله الامتحان. والله ما كان بيلم ليله الامتحان، والله كان بيذاكر طول الترم. يا عم ده شيء ما يحبوش يا عم، ما يذاكر طول الترم. هو بس بيتلزقوا فينا، ما خلي تسيبه بالك. يا عم. هو بيتلزق فينا. هو عشان الحسد. عارف انت في فيديوهات منتشره اليومين دول، متوقع تجيب كام من الامتحان؟ يا عم رب عد بس، هو 40 من 40. بيقفل. عايز اقول لك حاجه كمان عن حصلت عندنا في الكليه من فتره، الناس برضو واخداها بتريقه وبضحك. انت عمرك عملت جلسات ابر صينيه؟ لا. طيب احنا عندنا اداره الكليه عندنا عامله تعاون مع جامعات من رومانيا ومن المانيا. جالنا دكتور من رومانيا كانت بتورينا سيشن لابر صينيه على حيوانات، ازاي بنعالج الحيوانات بالابر الصينيه. طبعا اي حد كان بيسمع منهم دكاتره، والله العظيم منهم دكاتره يضحك. اصل انا كبني ادم بروح اعمل جلسات مساج وابر صينيه عشان عندي تريجر بوينت في العضلات وعندي كذا وعندي كذا.
انت رايح تعمل ايه؟ مين في مصر هيجي لك يقول لك اعمل لي ايه بارسونال للحيوان بتاعي؟ فانا يمكن. اللي عايز اوصله لك ان المجال بيتطور. احنا بره مصر في علاج طبيعي للحيوانات الاليفه واللارج انيمال. فكره ان في علاج طبيعي لحاجه غير البني ادمين الناس شايفاها حاجه مضحكه جدا. هم ما يعرفوش ان الطب البيطري مجال واسع جدا ومجال محترم جدا 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 فوق ما تتخيل. بس هم لما بيدخلوا جوه المجال بيكتشفوا ده. طول ما هو بره ما بيفهمش هو. يعني انا لما اتكلم معاك واحاول اقول لك قد ايه الطب البيطري مجال واسع ومجال بيزنس كبير جدا. وعلى فكره اكتر الناس اللي معاها فلوس في مصر شغالين شغل المزارع والمصانع وكلهم بيطري. مزارع الدواجن ومزارع اللارج انيمال ومصانع الاعلاف كلهم لارج انيمال. كلهم بيطري. كلهم طب بيطري. فالناس بس عشان وهي بره هي شايفه هنا انا عندي ايه دكتور منظره مش كويس بيكشف بشكل مش كويس فدكتور بهايم. هو ما يعرفش المجال ده عامل ازاي لما يدخل بس. طيب انا طولت عليك والله انت منورني. واتكلمنا كتير يا عم، مش مشكلة. احنا بس نقفل الموضوع ده وبعد نقفل التصوير ده وبعدين نتكلم في اي حاجة تانية. اتفضل يا عالم. طيب ده كان كل حاجة عن الطب البيطري، يعني حاولنا نلم كل حاجة. طبعا ده مش كل التفاصيل عن الموضوع. ناوي تعمل محتوى عن الطب البيطري ولا مش ناوي؟ ولا بعد الجيش؟ ما تقولش انا موضوع الجيش ده. ماشي. هيحلق شعره هو مش زعلان غير في الحتة دي. هيحلق شعره ويدخل الجيش، ولو عمل محتوى عن الطب البيطري فأنا متأكد إن هو من أكتر الناس اللي يعني هتفيد الناس في حتة الطب البيطري دي بالذات، لأن هو حابب المجال وحابب الموضوع نفسه. عايز اسالك سؤال قبل ما تقفل. ايه رايك ان انا دكتور وشعري كده؟ هم كل اللي عايشين في مدينتي كلهم كده، مدينتي والزمالك. يعني عايز اعرف بجد انت منظورك للدكتور ان هو ما ينفعش يبقى دي هيئته ولا الموضوع ده سطحي؟ عادي، الموضوع عادي. انا كان بيتبص لي وانا رايح مثلا، انا داخل المدرسه عندي حصه، داخل بتيشيرت وبنطلون وبتاع، بيتبص لي بصه غريبه. هم في دماغهم برضو نظره المدرس اللي هو لابس قميص ومدخل القميص جوه البنطلون ولف الحزام بطريقه جامده وده المدرس. انا في موقف حصل في مره، كنت معدي مروح فلابس تيشيرت كوره وبنطلون عادي وشبشب عادي، يعني انا مش مثلا انا مش رئيس دوله عشان ما البسش دول. فبنت قاعده بتقول لمامتها اللي معدي هناك ده مدرس عندي في المدرسه. فامها بكل عنجهيه كانها ام وزير، ده مدرس. انا سمعتها. انا سمعتها بس انا هرد اقول لك ايه يا ستي ماشي. انا ضحكت والله العظيم وكملت الموضوع. اللي هو يعني هو عندهم فكره ان الشخص لازم يكون بهيئه معينه عشان احترمه، تمام؟ بالظبط. فدكتور مثلا يكون شعره زي ما انت عامله كده، لا مش هروح. طب والله ليه؟ بجد انا عايز اقول لك على حاجه. انت لو فاكرني ايام ثانوي كنت بحاول اسرح شعري ما بيتسرحش. يعني انا شعري لو انا شعري طول شعرك هاجي اسرحه هيلف. انا دي طبيعته، يعني انا ما عملتش اي حاجه. هو ده طبيعه شعري، يعني انا المفروض طبيعه شعري ابقى متقبلها. مش ان انا هحاول اجباري عشان الناس عايزاني اسرح شعري. والله هو كده. زائد ان انا مثلا جايب لك القط بتاعي او الكلب بتاعي ان انت تكشف عليه، انا ماله مال شعرك يا عم؟ انا اللي يهمني اللي انت هتعمله. بالظبط. او ان انت مثلا جايب لي ابنك عشان ياخد درس، او جايب لي، او انا رايح المدرسه عشان اشرح لابنك، انت مالك ومال شعري او مالك ومال هو انا مش هلبس لبس ان هو يكون شيء مش كويس، بس لبس عادي تيشيرت وبنطلون ده ما فيهمش حاجه. ففي اسمح ناس لي قبل ما تقفل اروح اجيب مشمش واجي نختم بيه الفيديو. مش زي الدحيح. تدري ان انا كنت فاكر ان هو مش كمشمش هناكله. مش اتفضل اختم الحلقه. الحيوان اللي هو جابه عشان يشوف السلوكيات، عشان يشوف سلوكيات وعشان يشوف هو يعني بيتعامل معاه ازاي. عندي في البيت على فكره عايزين ياخدوا خطوه، اخوات البنات عايزين ياخدوا خطوه ان هم يجيبوا قط، بس انا رافض الموضوع. تحفه يا معلم، انا مش مستعد ان حد يكسر لي حاجه من حاجاتي، ان حد يكسر لك اي حاجه. مش هيطلع على المكتب، مش هيطلع على الكوميدينو بتاعي اللي جنب السرير فيوقع حاجه بتاع. هيطلع بس مش هيوقع حاجه. ازاي؟ لما تزعق له مره مش هيعمل كده تاني.
صح يا مشمش؟ قال لك اهو. هو طلع أنا ما توقعتش إن هو يرد. انا دكتور طارق، شرفت بيكم الحلقه دي. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد وكلية جديدة. سلام.